الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن صفقات النادي الأهلي، وهقول لكم طبعا الصفقات اللي جاية. نبتدي طبعا ببسم الله، وما ننساش قبل ما نبتدي الفيديو ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي لبنان وفي السودان، وندعي لهم بإذن واحد أحد ينصرهم على اللي ما يتسموش، لأن طبعا كلنا عارفين ان كل اللي بيجرى دلوقتي ده هو اللي وراه اللي ما يتسموش. فندعي لهم ان شاء الله ربنا ينصرهم ويرحمهم بإذن واحد أحد إن شاء الله. طبعا أول حاجة، أنا كلمتكم الفيديو اللي فات عن المهاجم اللي جه النادي الأهلي وخلص خلاص، هو مهاجم السلوفاكي اللي قلتلكم عليه. طبعا أنا شفت له ماتشات، هو لعيب، أنا شايف إن هو هيعمل حاجات كويسة مع النادي الأهلي، بس هو عنده مشكلة واحدة في حتة الضغط. طبعا هو لعيب بيلعب بوش الخارجي كويس جدا. اما بالنسبه ل بقيه المميزات اللي موجوده فيه، هو لعيب بيقدر يلعب في مساحات، بيقدر ان هو يخترق، لكن ما بيقدرش ان هو يتطرف، ما بيقدرش ان هو يبقى موجود ناحيه الطرف. ده بالنسبه للمهاجم. زي ما قلت لكم كمان، هو طبعا لعيب بيلعب بشماله كويس، انا شايف ان هو مهاجم كويس، لكن هو عنده مشكله زي ما قلت لكم في حته الضغط. كضغط هو مش زي وسام، يختلف عن وسام بكتير. نروح للصفقات. باقي الصفقات طبعا الاهلي بيحاول يخلص كوتيسا، اللاعب السويسري اللي قلت لكم عليه الفيديو اللي فات، بيحاول يخلصه ماديا النادي الاهلي بيحاول يخلص مع كوتيسا، بس في اختلافات ماديه لحد دلوقتي، ومش هو بس، هو وايفرتون. طبعا الاتنين انا ما اقدرش احكم عليهم كمواصفات فنيه، لان انا ما شفت لهمش حاجه، بس اتمنى سرعه الصفقات، لان احنا الوقت بيجري، ولحد دلوقتي النادي الاهلي ما خلصش صفقات، ما خلصش غير صفقه واحده، صفقتين. خلص صفقتين، خلص صفقه مصطفى العش، وخلص صفقه اللعيب السلوفاكي اللي قلت لكم عليه، اللي هو نجريك ده. طبعا في خبر حزين، خبر وحش طبعا. وسام ابو علي هيبقى مصاب، وهيغيب عن ماتش بيراميدز، هيبقى مصاب لمدة اسبوعين او 3 كحد اقصى. طبعا في مشكلة كبيرة جدا، ان احنا طبعا ما نعرفش مين اللي هيشارك في مركز الهجوم في الماتش. ممكن كولر يعتمد، ودي توقعاتي، ممكن يعتمد على امام عاشور، ممكن يعتمد على سمير احمد او سمير محمد، وممكن يعتمد على حسين الشحات. مين الافضليه بالنسبه لي؟ انا اتوقع سمير محمد هو الافضليه بالنسبه لي، لان طبعا المركز ده امام عاشور لا هيعرف ان هو يأدي فيه، ولا هيعرف برضه حسين الشحات ان هو يأدي فيه، خاصه ان امام عاشور هيبقى كولر محتاجه في نص الملعب، او ممكن يحتاجه كوينج. ما نعرفش الماتش هيبقى حالته ازاي، او كولر هيبقى قاري حالة الماتش ازاي، هنشوف طبعا الماتش الجاي. حابب اختم بحاجة، في مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، ان يعني هي رسالة، مش عارف اقول هي رسالة ولا اوضح ايه، بس كل اللي اقدر اقوله اللي بيعاني فيه النادي الاهلي دلوقتي ده مجلس الادارة. قايمة ما فيهاش غير وينج واحد، قايمة ما فيهاش غير مهاجم، ما فيهاش مهاجم، المهاجم مصاب. قايمة ما فيهاش صفقات، قايمة فاضية، وتلات ارباع اللعيبة مشيت. انت عندك بيرسي تاو مشي، وعندك رضا سليم مصاب، طبعا معلول بره القايمة لسه لحد دلوقتي ما نعرفش اذا كان هيتأيد ولا لأ. طبعا مش عارف اتكلم عن مين ولا عن مين. تلات ارباع اللعيبة اتسرحت، كولر سرح اللعيبة، ولحد النهاردة ما نعرفش ايه الجديد. مشاكل كتيرة جدا بيعاني منها النادي الاهلي، والسبب الرئيسي هو الإدارة. لازم نعيد هيكلة لجنة الكرة تاني. أنا شايف إن إحنا مش ماشيين على الإنجازات اللي إحنا كنا بنعملها السنين اللي فاتت، وده طبعا باين من مستوى اللعيبة، وباين من مستوانا في الملعب. والمفترض إن إحنا لما حاجة زي كده تحصل، المفروض إن إحنا بنشاور عليها وبنقول لمجلس الإدارة الحق، ده في 1 2 3. مجلس الإدارة بيتضايق. في الماتشات اللي فاتت لما اتكلمنا عن مستوى اللعيبة، اتكلمنا على مستوى الشناوي، اتكلمنا على مستوى حسين الشحات، اتكلمنا على مستوى قفشة، اتكلمنا على مستوى كريم ندفد.
اتكلمنا على مستوى لعيبة كتيرة جدا جدا، واللي بيصدروا الإعلام طبعا للجماهير إن الإعلام شايف إن كولر هو اللي بيرفض اللعيبة. أنا يا جماعة بالنسبة لي فكرة إن كولر يرفض لعيبة دي مش مقتنع بيها خالص. حاسس إن الإدارة بتصدر اللعيب، بتصدر المدرب للجماهير عشان تلبسه مع الجماهير. بس طبعا كولر ذكي في الحتة دي، لما كان طالع في المؤتمرات وكان بيوضح إن كان في مشاكل، المترجم طبعا محبش يترجم الكلام ده علشان خاطر ما يحصلوش مشاكل. فمعنى الكلام ده ان انت لما بتيجي كولر لما بيحتاج حاجة او بيبقى عايز يوضح حاجة للجمهور، الادارة مش عايزانا ان احنا نشوفها. ده واضح طبعا من اخر قعدة مع كولر بينه وبين المترجم، لما قال له انت مش عارف تترجم. فطبعا غير كده كمان كولر مش عارف يشتغل بسبب ان مفيش حد على مستوى الناس اللي مشيت. كابتن محمد رمضان شفنا في الماتش اللي احنا تعادلنا ما فيه، اللي هو ماتش فاركو، كان عامل ازاي. بتعادل مع فاركو، مش عايز اتكلم تاني. طبعا نفس الكلام للمترجم، شفنا المترجم عمل ايه. مشاكل كتيرة جدا كل ما بنبص لها وكل ما الصورة بتبقى واضحة لينا، الإدارة لما بنشاور على الحاجة دي الإدارة بتزعل مننا. والإدارة طبعا الإعلام بيطلع يصدر لنا كلام مفترض إن احنا ما نسمعوش. احنا عايزين نشوف أي حاجة جديدة، عايزين نشوف إن النادي الأهلي بياخد خطوة لقدام، لأن أنا متعود أو ده الطبيعي بالنسبة لي كجمهور إن أنا أشوف النادي الأهلي بياخد خطوة لقدام. ما أشوفش النادي الأهلي للأسف متعثر، ما أشوفش النادي الأهلي بيعاني. أنا كجمهور دايما متعود إن أنا أشوف النادي الأهلي طموحات دايما تبقى قدام، من بطولات أفريقية لحد بطولات العالمية. نادي الأهلي الموسم ده طبعا زي ما قلت لكم موضوع، طبعا شكل الفرقة ما يطمنش خالص. شكل الفرقة وحش جدا. حتى حتة الفوز في الماتشات اللي جاية، سواء في الدوري أو سواء في أي بطولة هنلعبها، أنا مش متفائل بيها. حتى بعد خسارة الزمالك، حتى بعد خسارة الزمالك، لأن أنا ما بقتش أثق في اللعيبة دي. مستوى اللعيبة مبقاش زي الأول، خاصة كمان إن اللي ساعد على ده الإدارة المفترض إنها ترجع حد، أو ترجع حد من اللي مشي. يعني أنا شايف إن هو سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ، أتمنى إن هو يكون موجود في النادي الأهلي. أكتر حاجة ضايقتني إن كابتن سيد عبد الحفيظ مش موجود. كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت من النوع اللي بيقفل أوضة اللبس. مش مفيش أخبار بتطلع. حتى لو في أي مشاكل في أوضة اللبس، الراجل ما بيخليش الإعلام يتناولها، وما بيخليش الإعلام يشوفها عشان بتبقى مادة دسمة للإعلام. طبعا زي عمر كمال، مشكلة عمر كمال اللي احنا كنا شايفينها، واتقال ان عمر كمال كان بيتخانق مع فلان وكان بيتخانق مع علان. يعني طبعا نفس الكلام لإمام عاشور، إمام عاشور بيتخانق مع الشناوي بيتخانق مع إمام عاشور. الحاجات دي ما كناش بنشوفها طبعا أيام كابتن سيد عبد الحفيظ. الشخص الوحيد اللي كان بيبقى قافل اوضه اللبس، الشخص الوحيد هو اللي معاه المفتاح، ما بيخليش حد يقرب من اوضه اللبس خالص. ده غير المترجم اللي كان طبعا اللي كان بينه وبين بين كولر، الكيمياء اللي كانت بينهم وبين بعض. للأسف الإدارة فركشت التفاهم بينهم وبين بعض، وخلوا جابوا مترجم مختلف. ده غير طبعا المترجم وكولر، الكيمياء اللي كانت بينهم. الاتنين كانوا فاهمين بعض. الراجل لما كان بيحتاج لحاجة كان بينفذها له، سواء في الملعب أو سواء في المؤتمرات الصحفية، وكان الراجل بيشتغل على ده. النهاردة انت جايب مترجم، مع كامل الاحترام انا شايف ان هو مش متعاون مع كولر، وكولر مش متعاون مع المترجم. فانت بهدلت الفرقة وبوظت الفرقة وبوظت الدنيا. اتمنى ان الادارة تلحق الكلام ده كله قبل ما السيزون يخلص. دي نصيحة طبعا، حتى على الاقل يبقى في امل ان يبقى في شكل لينا في الملعب، سواء في الدوري او سواء في البطولات اللي احنا هنلعبها. وغير كده كمان الوقت بيجري، واحنا داخلين على كاس عالم. خلاص فاضل على كاس العالم 5 شهور. 5 شهور كده كده هيعدوا زي القطر. ولو ملحقتش ان انت تخلص صفقاتك، وملحقتش ان انت تلم الفرقة، وملحقتش ان انت تعين كوادر وتهيكل القصة دي من اول وجديد، وان تبتدي ان انت تبص وتعمل مقارنات، الكلام ده طبعا دلوقتي مش موجود. انا شايف ان الدنيا ماشية
بطريقة عشوائية يعني. فأتمنى يكون في جديد، ولحد هنا طبعا أكتفي بهذا القدر. أتمنى من كل أخواتي وحبايبي طبعا إنهم مينسوش يعملوا سبسكرايب للصفحة ويعملوا لايك للفيديو ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد. أستودعكم الله. السلام عليكم.